هو المشاهير دول عملوا ايه عشان يخلوا اسنانهم كده؟ بصراحة احنا عندنا 3 اجابات على السؤال ده. الاجابة الاولانية ان اسنانه اصلا تكون شكلها طبيعي، فكل اللي عمله ان هو عمل تبييض. التبييض ده هنتكلم عليه لوحده. الحالة التانية انه يكون عمل حاجة اسمها هوليوود سمايل. هوليوود سمايل دي تركيبة متحركة ما بتحتاجش اي برد للاسنان. كل اللي بيعمله الدكتور انه بياخد مقاس لاسنانك وبيبعت المقاس ده المعمل، والمعمل بيطلع لك التركيب، لكن هي ليها شوية مميزات وشوية عيوب. الميزة الاولانية ان هي سهلة الفك والتركيب، يعني اقدر انضفها بسهولة. الميزة التانية ان هي بتغير شكل الاسنان وبتخلي شكلها حلو من غير ما ابرد سناني. لكن الحاجة زي ما فيها الحلو فيها الوحش، فهي ليها شوية عيوب كده. العيب الاولاني والخطير اني ما اقدرش اكل عليها لان هي للاسف سهله الكسر. العيب التاني ان ممنوع اشرب عليها اي مشروبات سخنه جدا، لان هي زي اي حاجه بلاستيك ممكن تكش لو اتحط عليها حاجه سخنه. فالحقيقه ان الهوليوود سمايل دي انا بعتبرها للتصوير فقط. الحل الثالث والاخير انه يكون ركب حاجه اسمها فينيرز او عدسات الاسنان. والفينيرز دي ليها نوعين، نوع عادي ونوع اسمه لومينير. الفرق ما بينهم بسيط جدا، بس الحقيقة انه بيعمل فرق كبير جدا في الاسنان. اول حاجة الفينيرز العادية بحتاج ابرد جزء بسيط من سطح الاسنان عشان اعرف اركبها، لان سمكها تقريبا 2 مللي. اما اللومينيرز علشان السمك بتاعها تقريبا 2/10 مللي، فانا ما بحتاجش ابرد خالص من الاسنان. في الفينيرز العادية انا لازم اخدر المريض علشان اعرف ابرد واركبها، اما في اللومينيرز انا مش محتاج اخدر المريض علشان انا مش محتاج ابرد من الاسنان. الاتنين بيغيروا من شكل الاسنان جدا، وكمان بقدر اكل عليهم براحتي، واقدر اشرب اي مشروبات باختلاف درجه حرارتها. الفينيرز العاديه بتبان طبيعيه اكتر من اللومينيرز عشان سمك الفينيرز اكبر من سمك اللومينير، فبيقدر يخلي دكتور السنان يتحكم فيها ويعمل كل المنحنيات اللي شبه الاسنان الطبيعيه. مين فيهم ارخص؟ الفينيرز العاديه تقريبا ارخص من اللومينير، لان اللومينير دي تعتبر ماركه يعني. فدي كلها اوبشنز انا بقدر اغير بيها من شكل اسناني، وانت ومزاجك بقى. وبس كده.